يعتري صدارة الترتيب 6 ديال النقاط ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية. المنتخب الجزائري خلال الجولة الأولى كان في راحة، الجولة الثانية تعادل مع المنتخب المصري بهدف لمثله في حوزة ديالو الآن نقطة واحدة، كذلك يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية. المنتخب الجزائري سيدخل بالمجموعة التالية: أنيس محمد مختار في حراسة المرمى، باقي اللاعبين رقم 2 أسامة بن عطية، 3 عبد الحميد عصام، رقم 4 كيليان خليفة، رقم 6 جبريل صحراوي، رقم 7 كحيلي بن حامد، رقم 9 جواد ريان، رقم 10 زياد بلطيف، رقم 12 محمد زغادي، ورقم 13 فتاحين انيل. كيضم لاعبين اللي كيمارسوا ب جزاء. هذه فرصه تدخل وابعاد الكره. لاعب بن حامد كحيلي كسجل هدف المنتخب الجزائري من نقطه جزاء مرابط. كيسجلوا اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. تغطيه حاضره وخروج الحارس، كانت تغطيه حاضره من طرف علي مأمر وخروج. وصل 6 ديال المرات لكاس افريقيا. تمود المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء، تسديده تدخل الحارس، تأذى امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. كيما هذه فرصه راسيه، دائما فرصه تدخل في الوقت للحكم المساعد رافع الرايه يقول بان هناك لمسه يد. كانت محاوله اخرى من اجل تسجيل الهدف الاول لفائده. لعبت الكره طويله، وهذو هما اللقاءات والمباريات ديال شمال افريقيا. كان هناك خطا اعتقد. معاذ الضحاك رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ابرز نتائج المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الجزائري خطيره، والهدف هدف اول لفائده المنتخب الجزائري. كانت محاوله خطيره بواسطه لاعب محمد زغادي الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. كان هناك كنقول انه كان فراغ على مستوى كره طويله، تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب عبد السلام الاشعري. الجوله الاولى المنتخب الوطني المغربي فاز على مصر بهدف واحد، وتونس انتصرت على ليبيا بهدفين لهدف واحد. الجوله الرابعه ستقام يوم السبت المقبل. المنتخب الوطني المغربي يواجه منتخب ليبيا. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء، إمكانية التمرير. هذه فرصة رأسية لكن ما مشاش للمرمى. رضا علوي يمرر، فرصة تدخل الحارس أنيس مختار. اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كلهم داخل منطقة الجزاء. فرصة رأسية تدخل الحارس، الرأسية مساندة. كيرفع الكرة، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي الرأسية، ولكن يعني فكرة كانت جيدة في الوقت اللي غادي واجه. تدخل وابعاد الكره. كان البحث على اللاعب ايمن ارقيق، تدخل للمدافع كيليان. مرة هناك شد بالقميص، اعتقد بانه كان هناك شد على اللاعب رضا العلوي. المطالبه بالفرصه، تدخل الدفاع اللي كيبعد الخطوره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي ولكن ما وصلش الكره. ايمن ارقيق كانت الكره بالراس، ولكن وكان فاز المنتخب الجزائري بهدفين لا شيء. تدخل بالراس بعد كره تسديده ولكن بعيده. كيليان خليفه على منتخبات الفئات العمريه، كذلك اكيد اكاديميه محمد السادس لكره النتائج اكيد بالالعاب الاولمبيه الاخيره بباريس والمنتخب الاولمبي وتدخل الحارس. كانت كره وسط المرمى وبالتالي كانت سهله عند الحارس انيس مختار. كانت متناسقه في الدور ربع النهائي، كذلك انتصار كان امام الارجنتين ومنتخب العراق بدور المجموعات. رفع الكره الراسيه، تدخل ابعاد الخطوره من جديد في يد المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب. تسديده لكن مشات في يد الحارس انيس مختار. تسديده كانت ليوسف حاول مره في اتجاه اللاعب علي مأمر. تدخل الدفاع، استرجعوا الكره للجزاء، تغطيه وابعاد الكره. ضربه مرمى. كل منتخب يسعى لاستثمارات لعبة كرة مباشرة. تدخل الحارس يونس بن شاوش، خطأ في الوقت اللي كانت فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان مرابط، فرصة تدخل وإبعاد الكرة. تدخل انيس مختار، نفذت بشكل جيد من سمير المرابط لعب الكره بشكل جيد. هنا تدخل ابعاد الكره وابعاد الخطوره. ركنيه لفائده داخل منطقه الجزاء الراسيه، دي فرصه تدخل ابعاد الكره، خطوره متواصله والمنتخب الجزائري في نصف الملعب. هذه فرصه، رفعت الكره، البحث الراسيه، دائما الخطوره عند اللاعب المختار. تمريره، فرصه والهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي، واخيرا ايجاد طريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تمريره اللي كانت من ادم المختاري
واللاعب محمد ياسير كي يوضع الكره في الشباك، وهدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا قل من 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. المنتخب الوطني المغربي يجد الممر، يجد كيد الطريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تعبت الكره، تمرير ممتازه داخل منطقه الجزاء. لاحظوا الارتقاء اللي كان ديال سعد الحداد. ترجع الكره من ادم المختاري ومحمد ياسر في المكان المناسب، يضع الكره في شباك الحارس انيس مختار. اذا هدف لمثله عناصر الوطنيه. قلت بانه لو تامل بحظوظها، الثقه اللي اكيد لعبت بها كذلك المباراتين السابقتين امام المنتخب المصري وامام المنتخب التونسي، فاكيد لازم يكون الحل. وفرحه كبيره كما نتابع للطاقم التقني المساعد للمدرب محمد وهبي، وكذلك فرحه ديال محمد ياسر الزويري لاعب فريق فاميلكاو البرتغالي.